ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقتكم قضايا إريتريا. صيام المرأة مع وجود عذر شرعي كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة، والعجيب في الأمر أنه ليس من باب السؤال وطلب الفتوى، وإنما من باب التشكيك في الثوابت وتغيير العقائد. عن هذا الأمر باسمكم جميعا نستضيف فضيلة الدكتور حسن سلمان. وقد يكون سؤال فقهي، لكن حتى يكون مدخل جيد للحلقة فنبدأ ونقول على بركة الله: متى يجب على المرأة أن تفطر في رمضان؟ شيخ حسن، نريد أولا أن نذكر أهل الأعذار، يعني تحت قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. فهناك الذين أسقط الله عنهم الصيام، هناك الذين عذرهم الله عز وجل. نأتي لمحة عامة عن هذا الموضوع ثم ندخل في المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرع الله سبحانه وتعالى الصيام في هذا الشهر المبارك، واعتبره ركنا من أركان هذا الدين، وهو يجب على المكلف من الجنسين ذكرا كان أو أنثى. والمكلف تعني أن يكون بالغا ليس صبي ولا صغير، وأن يكون كذلك عاقلا ليس مجنونا. كذلك يجب عند أن يكون قادرا ليس عاجز، وكذلك أن يكون مقيما غير مسافر، وأن لا يكون أيضا يتصف بواحد من الموانع هي قضية الحمل والنفاس والحيض. هذا التعريف المبسط على ما يجب الصيام يجعلنا فعلا نفكر في أصحاب الأعذار، يعني هؤلاء كلهم يجب عليهم الصيام، لكن عذر الله سبحانه وتعالى طائفة من المكلفين. وعندما نقول أصحاب الأعذار هنا لا بد أن نفرق بين أصحاب الأعذار وأصحاب الموانع. فأصحاب الأعذار هم مكلفون بالتكليف الشرعي، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاهم ومنحهم رخصة منه سبحانه وتعالى. فهذه الرخص يجوز لهم أن يأخذوا بها، وأوجد لهم بعضهم أوجد لهم بدائل كالقضاء مثلا، وبعضهم أيضا ألزمهم بالفدية على سبيل البدل. ولكن هذول أصحاب الأعذار. هنالك طائفة أخرى هم من لا يصح منهم الصيام مطلقا، وهنا تحديدا موضوع الحائض والنفساء لا ندخلهم في أصحاب أعذار، ولكن هم أصلا لا يصح منهم، لأنه قد يكون قادرا، قد تكون المرأة قادرة أن تصوم ولا مشكلة في ذلك، لا في عجز ولا في مرض ولا يمكن، لكن الله سبحانه وتعالى منعها من الصيام رغم قدرتها، وهذا على سبيل التعبد. الله سبحانه وتعالى يعني في أحكامه يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. فالله سبحانه وتعالى مثلا في الصلاة قال لنا والله في شروط معينة من التزمها يمكن أن يدخل على الصلاة، ومن لم يلتزم بها لا يصح أو لا تصح منه الصلاة. فمثلا الطهارة واحدة من شروط الصلاة، استقبال القبلة من شروط الصلاة، اللباس من شروط الصلاة. فمثلا لا يصح للشخص أن يكون عاريا، يعني يمكن أن يصلي لكن الله قال لا تقبل منه، وهذا مانع من موانعه. كذلك بالنسبة للصيام هنالك أصحاب أعذار، وهنالك من منعهم الله سبحانه وتعالى من الصيام. فمثلا بالنسبة لأصحاب الأعذار عندنا المسافر صاحب عذر، المريض صاحب عذر بأنواعه سواء كان مرضا يرجى برؤه أو مرض لا يرجى برؤه،
الكبير كبير اللي هو العجز. كل هؤلاء الحامل، المرضع، النفساء والحائض، هذول قلت من أصحاب الموانع. فعندنا المسافر، وعندنا المريض بأنواعه، وعندنا كبير السن العاجز الذي لا يستطيع الصيام، وعندنا كذلك من أصحاب الأعذار المسافر، المريض، العاجز، الحامل، المرضع. هذول كلهم أصحاب أعذار. هنالك من لا يصح منه الصيام، وهنالك من يصح منه ولكنه لا يجب عليه. فمثلا الكافر لا يصح منه الصيام، المجنون لا يجب عليه الصيام، الصبي لا يجب عليه وإن كان يصح منه بخلاف المجنون. فهذه وضعية أصحاب الأعذار. طيب المرأة الحائض، وإن كنا نقول أنها من أصحاب الموانع، لكن ألا نقول مثلا بأن الإسلام وضع عنها الصيام وأمرها أن تقضي في وقت آخر، نظرا لكون خروج الدم منها يضعفها تماما مثل المحجوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. فالعلماء قالوا في المحجوم سبب فطره أن خروج الدم من جسده يضعفه. فهل ممكن نقيس نحن أيضا المرأة الحائض أن خروج الدم، وأنها تكون في حالة أصلا يعني صعبة جدا، يعني كثير من الحوائض ربما الحيض يتعبها فلا تستطيع، وهذا يدخل ضمن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هل ممكن نقول هذا؟ هو بلا شك أن موضوع الحيض والنفاس هو لله فيه حكمة في تشريعه، وفيه رحمة وفيه تيسير. يا سلام. ولكن فقط من باب التفريق، يعني لما نأتي لأصحاب الأعذار، إذا كان والله الشخص لمس من نفسه القوة قد يصوم. المسافر معذور لكن قد يصوم. المريض الذي مرضه خفيف يمكن أن يصوم ويمكن أن يفطر. لكن بالنسبة للحائض والنفساء تحديدا لا يصح منها حتى وهي قادرة. وهنا يأتي التفريق، يعني حتى لو قالت أنا مقتدرة، وين المشكلة؟ هنا نقول لها لا، مانع من موانع الصيام لا يصح منك في الحالة هذه، ولكن يصح منك بعد أن تكوني في وضعية قابلة لكن حكمة الله في أنه والله لما منعها، هذه بلا شك فيها حكم عظيمة جدا. يعني كما أن الله سبحانه وتعالى منعها من الصلاة فترة حيضها ولم يطالبها بالقضاء، كذلك منعها من الصيام لكن طالبها بالقضاء، لأنه أسهل. لأنه أسهل ويمكن أن يقضى في أي وقت. والصلاة طبعا مربوطة بمواقيت، وبالتالي لو قلنا لامرأة الآن والله أنت لا تمتنعين عن صيام عن 7 أيام ثم بعد ذلك تبدأين في القضاء، ستكون بالنسبة لها. فالله سبحانه وتعالى برحمته وتيسيره على المرأة رفع عنها يعني لم يكلفها بالصلاة وقضاء الصلوات في فترة الحيض، لكنه طالبها بقضاء الصيام. جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقالت: لماذا أمرنا أن نقضي في الصيام ولم نؤمر أن نقضي في الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ فقالت: لا، وإنما أنا أسهل. ما الذي نستفيد من هذا الحديث تجاه هذا الجدل الموجود الآن شيخ حسن؟ هو حقيقة الجدل الدائر الآن حول مناقشة الأحكام الشرعية القطعية، هنا للأسف الشديد هم لا يناقشون أحكاما اجتهادية قابلة للأخذ والرد، وفيها آراء للعلماء، وفيها على الأقل مساحات كما يقولون للرأي والرأي الآخر الذي ابتليت به الآن الساحات بشكل عام. الإشكالية في هذا أن عائشة رضي الله عنها يبدو لم يكن يصعب عليها أن تجيب تعليلا وحكمة، كان بإمكانها، لكن هي تريد أن يكون هنالك المسلم يتقبل أحكام الله سبحانه وتعالى بمنطق التسليم. يا سلام. هذه أهم قضية، يعني أعظم غاية لإرسال الرسل وإنزال الكتب هو التسليم لله. يا سلام. التساؤل مشروع ما قبل الإيمان وما قبل الإسلام. يعني أنت مثلا قبل الدخول في الإسلام مطالب أن تقول والله هذه الرسالة حقيقية أم ليست حقيقية، هل هذا الرسول صادق أم ليس صادق، هل له بينة أم ليست له بينة، هل هنالك برهان الذي يعني تقوم به الحجة. هذه كلها مشروعة، لكن مجرد أن أيقنت بأن هذا الذي جاء به الرسول ليس من عندي ولكنه من عند الله تبارك وتعالى، هنا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة.
ادخلوا في السلبكة. وما وهذه كان- طبعا من وما- الغايات العظيمة جدا لإرسال الرسل وإنزال الكتب. الإشكالية الآن في هذا النوع من التساؤلات للأسف الشديد، لو كان على سبيل التعلم ولو كان على سبيل معرفة الأحكام، معرفة العلل، الاستزادة من هذه المعارف في زيادة الإيمان، لأن الإنسان كلما عرف حكمة الله سبحانه وتعالى في تشريعه بلا شك يكون أكثر يقينا. لكن إشكاليتها أنه والله لو أن الشخص بدأ يتوقف عن تنفيذ أوامر الله حتى يعرف أحكامها، هذه إشكالية. فكثير من الأحكام كثير من الناس لا يعرفون حكمتها أو علتها، ولكن مأمورين بتنفيذها. قالوا سمعنا وأطعنا. وهذا السر العظيم يا سلام. سبحان الله في يا كتاب سلام. الله، أن الصحابة رضوان الله عليهم ما اتصفوا به قالوا سمعنا وأطعنا. بني إسرائيل كانت مشكلتهم سمعنا وعصينا. عصينا، نعوذ بالله. نعم. ولو أنهم يعني ولو أنهم تعاملوا بمنطق التسليم لله سبحانه وتعالى ما كان طريقهم المخالفة لأوامر الله سبحانه. فنحن الذي نخشاه الآن من هذا النوع من التساؤلات أن الشخص حتى وهو يريد أن يعمل العمل يقول والله لا أعمل العمل إلا بإيه؟ إلا أن أعرف حكمته. يا أخي أحيانا لا تستطيع أن تعرف الحكمة. كثير من الأمور لم تظهر في الأجيال السابقة وبدأت تظهر الآن، تظهرها المعارف والعلوم والاكتشافات، لكن الذين سبقوا قالوا آمنا به كل من عند ربنا. يا سلام. عرفوا معناه ولم يعرفوا معناه، ما دام أن والله أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يفعلوا الفعل يفعلوه. ثم هنالك مسألة مهمة جدا، قضايا العلل والحكم وخاصة الخفية كما يقولون هي تراكمية. بمعنى أن العلم من خلال التراكم المعرفي يصل فيها الإنسان إلى مزيد لكن الحكم وتنفيذ الحكم لا يتوقف على معرفة العلم ولا معرفة الحكم، خاصة بعد أن عرف الإنسان إن والله هذه رسالة الله سبحانه وتعالى يتعامل معها بأنه عبد لله سبحانه وتعالى ينفذ أوامره، عرف الأسباب أو لم يعرف. فالإشكالية هنا للأسف الشديد يكون من يذهب هذا المذهب وقد سلك مسلك بني إسرائيل الذين يقولون سمعنا وعصينا. نعم. طيب شيخ حسن، ما الذي يريده هؤلاء وهم يعرفون هذه القواعد؟ ومعلوم أن المرأة لا يصح منها الصوم، وهذا بالإجماع. نعم. المرأة الحائض لا أعتقد، هل هناك في خلاف في هذا؟ أبدا. ها؟ ما في خلاف، هذه قضية إجماع يعني. نعم. أي مسألة إجماعية بالإجماع بكل طوائف الأمة يعني. ما في واحد والله من طوائف الأمة ومذاهبها يقول يجب على المرأة الصوم وهي حائض. نعم. أو الصلاة وهي حائض. نعم. فإذا هم الآن يعني يواجهون إجماع الأمة الإسلامية قديما وحديثا. ما الذي يريد هؤلاء؟ هو حقيقة لا بد أن المسلم أن يدرك أولا أبعاد ومحركات هذه الفئات. نحن اليوم أمام مشهد عالمي للأسف الشديد، يعني تقوده قوة كبرى، يقوده عالم مرتبط بالشيطان بشكل مباشر، يريد مصادمة أحكام الله سبحانه وتعالى. وصلوا إلى مراحل متقدمة جدا لدرجة أنهم الآن يسعون إلى محاولات فرض الإلحاد، دعك من قضية التشكيك في الأحكام. وهذه طبعا إذا وصلوا مرحلة الإلحاد تلقائيا لا تسأل بعد ذلك عن أحكام شرعية أو غير ذلك. منذ فترة يمكن منذ عقود وهم يحاولون هدم هذا الدين، لأن الديانة الوحيدة التي تقف أمام الحضارة المادية بتفسخها وغرائزيتها وماديتها وتبعيتها للأهواء والشهوات والشيطان هي الحضارة الإسلامية، والإسلام تحديدا بقرآنه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الفترات السابقة كانوا يتحدثون عن التشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ثم الآن بدأوا يدخلون إلى ثوابت، يدخلون في الثوابت الشرعية. فعندما يدخلوا بهذه الطريقة حقيقة أنا أشك بأن المسألة هؤلاء منطقهم هو منطق الحلال والحرام ومعرفة الأحكام الشرعية ليتعبدوا الله سبحانه وتعالى بما شرع، لأن هذا من مقتضيات الإسلام، هو أن تعبد الله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية جماع هذا الدين أن لا نعبد إلا الله وأن لا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع. فهذا الدين كله بهذه الصورة، عبادة الله وتعبده بما شرع. فلا يمكن لشخص والله يحدد الكيفية التي يعبد الله بها إذا كان هو عبد لله. إذا كنت عبد لله تعرف على عبادة الله من خلال أوامر الله. فإذا كان والله الله سبحانه وتعالى يقول لنا ما الله لا أقبل صلاة شخص لم يتوضأ مثلا. جميل. هي من هذه الجهة يا شيخ حسن وضحت لنا الصورة. نعم. التي لم يتضح لنا لماذا هؤلاء يعني يقيمون هذه الدعاوى الباطلة ضد الإسلام
وينشرونها بين المجتمعات الإسلامية، ويعني ربما تسببوا في خراب معتقدات كثير من المؤمنات. يعني المؤمنة باعتبارها طائعة لله قابلة لحكمه، هم والعياذ بالله يعني يلفتون نظرها بأنك أنت مظلومة، أو أنك أنت مستهجنة، وأنت بعيدة عن هذا مثلا الكرامة، فبالتالي لماذا تمنعين من الصيام؟ أنت مثل الرجل، أنت بشر، أنت كذا. ما الذي يريدون هؤلاء؟ هو التشكيك. في حقيقتهم يريدون التشكيك في هذا الدين ومحاربة هذا الإسلام، وجعل أحكام الإسلام كلها أحكام نسبية قابلة لأنه والله تقبل صح ولا غلط، رأيك ورأيي حالة واحدة. يعني المسألة هكذا. في النهاية يخرج الإنسان بالعدمية، إن أنت والله ليس أمامك شيء تتمسك به، فيصوغونك بعد ذلك وفق ما يريدون. هم يريدونك أن تتبع الغواية وتتبع الشيطان. هذه الهدف الأساسي. فللأسف الشديد التشكيك في هذا الدين ليس اليوم ولا الأمس، تشكيك في الرسالة والتشكيك في الرسول، وسلكوا في ذلك أنماط كثيرة جدا قريش ومن تبعها، فتارة يقولون ساحر، وتارة يقولون معلم مجنون، وتارة ينسبون إلى الجنون، وتارة يقولون تلقاه من طرف آخر، وهكذا. فالقضية كلها محاولة التشكيك في هذا الدين حتى لا يتم الالتزام به ولا يتم التمسك به، ويخرجون والعياذ بالله يخرجون الناس من هذا الدين ويشككونهم في أحكامه، مع أن الإنسان سبحانه نفس هؤلاء تجدهم مثلا من زاوية أخرى يقولون لك والله يا أخي الصيام يدمر الاقتصاد. طيب إذا كان أنتم في الرجال تشككون في الله، والله أنتم بصيامكم تعطلون عجلة التنمية والاقتصاد. طيب اتركوا المرأة التي عافاها الله سبحانه وتعالى من الصيام. فانظر إلى هذا التقلب عند الصلوات، يقول لك أنتم والله بالتراويح بكذا تعطلون الناس وكذا، وعندما يصوم الرجال يقولوا رمضان قاعد يعطل عجلة الاقتصاد. طيب لما الله سبحانه وتعالى يعطي المرأة رخصة في رمضان ألا تصوم مثلا أسبوع أو 10 أيام أو 5 أيام، يقول لها أنت معفية وتقضي في وقت لاحق، لماذا هذه الضجة؟ هي القضية معارضة ومعاندة لله سبحانه وتعالى، ومحاداة أحكام الله سبحانه وتعالى، والتمرد على تشريعاته، والخروج بمنطق إنه والله منطق المساواة، هذا المنطق الأعرج للأسف الشديد، هذا المنطق الذي لا تقوم به حجج ولا يمكن أصلا أن تقوم عليه رسالات السماء القائمة على العدل والصدق. فهؤلاء يريدون إخراج المرأة من شريعة الله سبحانه. طبعا أنت عالجت شيخ حسن أن هذا الموضوع موضوع التسليم، وذكرت حديث عائشة بأن المؤمنة تسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. ما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله يقولوا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم. ويعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم. في حين أيضا الرجل إذا طلق امرأته الطلقة الثالثة البائن لم يجوز له أن يعيدها حتى تتزوج رجلا آخر، بل نعم يدخل بها. نعم. يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. وهذا حقيقة فيه كي وعقوبة وردع للرجل. صحيح. ومع ذلك الصحابة قالوا سمعنا وأطعنا. هذا حكم حقيقة فيه تأديب قوي للرجال. فشريعة الشريعة الإسلامية لا تحابي بين الرجل والمرأة، هي حكم منزل من عند الله تبارك وتعالى، وحكمها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وجب على المؤمنين أن يقبلوها. نأتي إلى إريتريا شيخنا شيخ حسن. المرأة في إريتريا بطبيعة حالها مؤمنة مسلمة، عرفناها تقبل شعائر الله وتصلي وتصوم وتترك الصلاة في أوقات العذر الشرعي. موضوع الصوم وترك الصيام للحائض كيف تراه في إريتريا بالنسبة للمرأة؟ هو بشكل عام كما تفضلت المرأة الإريترية عموما لا زالت بفضل الله سبحانه وتعالى على فطرتها السليمة وتمسكها العام بدينها، وكلما كلما انتشر العلم وانتشر الوعي بالأحكام الشرعية تجد أن مجتمعنا أقرب
إلى العودة السريعة إلى التدين والالتزام الصحيح لأحكام الله سبحانه وتعالى. هذا نلاحظه في كثير من المناطق التي ينتشر فيها مثلا معاهد الشرعية، تنتشر فيها الدعوة، ينتشر فيها الشيوخ، تلاحظ بأن إقبال النساء ربما أكبر بكثير من إقبال النساء، وبالتالي لا نواجه مشكلة في هذا الاتجاه. يعني نحن مثلا كمجتمع إريتري لا نواجه مشكلة إنه والله لماذا أنتم لا تساوون بين المرأة والرجل في أمر الصيام، المرأة تستطيع، لأن منطق بسيط جدا هم يستطيع الإنسان أن يدرك به إنه لماذا فرق الله سبحانه وتعالى بين أصحاب الأعذار والرخص وبين هذه المرأة التي حائض هي نفساء، سواء أدركوا حكمة ذلك أو لم يدركوه. فبمجتمعنا بفضل الله سبحانه وتعالى لا يعاني على كل إلى هذه اللحظة مشكلة إنه، لأنه منطق المساواة هذه يعني طبعا في بعض القضايا تعيشها المجتمعات المترفة اللي هي ما مشكلاتنا نحن. يعني نحن في رأيي اليوم مشكلات المرأة الإريترية مختلفة تماما، منطقها مختلف تماما. هي تريد أن تعيش مع زوجها، تريد أن تلم أسرتها، تريد أن يخرج زوجها إذا كان سجينا، تريد أن تعيش كرامة عادية. يعني للأسف الشديد نحن مجتمعات لا زالت كما يقولون خاصة في شرق أفريقيا المرأة لا زالت ربما تستخدم أحيانا في المزارع، ربما تستخدم في جلب المياه. هي بحاجة إلى قضايا ربما أهم بكثير من هذه القضايا. لكن يا شيخ حسن احنا صمنا وما شعرنا في يوم من الأيام أن أمهاتنا مثلا يفطرن أو أن أخواتنا يفطرن بسبب الحيض. يعني كان هناك يعني حياء عظيم يمنعهن، رغم قد يكون هن يعني قد أفطرن في ذات أنفسهن. يعني حدثنا عن هذا حقيقة حياء شديد جدا. ما كان الواحد يشعر بأن أمه مفطرة أو أخته مفطرة. لا دعك في الصيام، أنا كنت أعاني يعني إلى أن وصلت تقريبا 7 سنوات ما كنت أعرف أن المرأة تأكل، لأني ما رأيت والدتي ولا رأيت زوجة والدي يوم من الأيام هي تأكل أمامي مطلقا. فكيف بالصيام؟ يعني كيف يعني يضعون لنا مثلا الأكل كأبناء مع والده، ننطلق في حياتنا، ما تجد هذه المرأة إنه والله يوم من الأيام واضع الصحن وهي تأكل معك. هذا كان بالنسبة لهم حياء. فما بالك هي في لحظة في الصيام أشدهن حياء لأمرين: أولا حتى لا يقال بأنهن والله مفطرات في رمضان، لاحظت؟ النقطة الثانية لا تريد أيضا أنها هي حائض. لا تريد أن تبين أنها حائض. فحتى لو أكلت أو شربت أو كانت مفطرة، وأنا أتصور هذا لا يفوت عليهن غالبا، لا يفوت على النساء، لكن الحياء أحيانا يجعلها لا تظهر. قد يكون الوحيد الذي يعرف هذا الموضوع زوجها فقط، لكن الأولاد الأمور لا يتعرفون على هذه الخفايا. والسبب في ذلك سبحان الله سيطرة الحياء على المرأة الإريترية، وإلى هذه اللحظة هذه طبعا من نعم الله سبحانه وتعالى على مجتمعنا وعلى شعب الإريتري، لأن الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير. وأكبر شيء سبحان الله صفة يمكن تكاد تكون ملازمة لنسائنا هي صفة الحياء جدا. يعني هذه من الأشياء. أنا كنت آمر في بيتي أو في بيتنا، يعني لما كنت شابا صغيرا ليس في بيتي، وكنت أقول لأخواتي قوموا صلوا، يلا قوموا صلوا. فهم يعني يستحون يقولوا لي احنا عندنا عذر أو شيء، فتيجي تقول لأمي خلاص حيصلوا. لا هي فاهمة. هي أمي تقول لي خلاص حيصلوا. نعم صحيح. أقول لها يا أمي ما صلوا يا أمي. لا والله كنت أجي أقول يا أمي ما صلوا، خلاص قلت لك حيصلوا. بعدين يا أخي يعني مرت سنوات ودرسنا الفقه وعرفت حكم الحيض وكذا، فقلت يا سلام حياء. نعم صحيح. يعني يمنعهن الحياء. بعد ذلك قلت لهن قولوا ليس علينا صلاة. نعم. أو عندنا العذر الشرعي. نعم. أنا أفهم. صحيح. لا. الله المستعان. فهذا الموضوع يعني في إريتريا حقيقة يعني الشعب الإريتري شعب حيي. نعم. نساؤه أشد حياء. ما في أحد يعني انتقد الشيخ إبراهيم رحمه الله رحمة واسعة، الشيخ إبراهيم سراج. نعم. كان كثيرا ما يتحدث عن قضايا يعني مهمة جدا يجهلها كثير من الناس. نعم. فيما يتعلق بالفراسة الزوجية والعلاقة بين الزوجين وطريقة يعني العلاقة الحميمية، كان يتكلم في هذا. نعم. وهو معه حق، لأن كثير من الناس يجهل هذا. نعم. لكن الشعب ما اعتاد أن يستمع لهذه الأمور بهذه الصراحة
وبهذه الوضوح، فانتقدوه كثيرا رحمه الله رحمة واسعة. وفي المقابل الكثير أيضا من البيوت تعلمنا استفادت من شيء. هذه الفروق سبحان الله كانت حتى بين المجتمعين المكي والمدني. يعني كان نساء الأنصار جريئات والقرشيات حيات. فكان دائما حتى عمر رضي الله عنه مقولته معروفة، يعني قال ما كنا نعدهن شيئا حتى جئنا إلى هنا، تعلمنا من نساء الأنصار الجرأة يعني كانت المرأة القرشية يصعب عليها أن تجادل زوجها وتدخل معه في نقاش حاد، لكن لا، وجدوا الأنصار لا. ثم تأتي الأنصارية إلى عائشة رضي الله عنها وتتكلم وتجادل وتناقش. فهذه كلها سبحان الله اختلاف المجتمعات فعلا له أثر كبير جدا في هذا الموضوع. طيب شيخ حسن، كيف نواجه هذه التيارات الباطلة التي أنت ذكرت أنها مدعومة وأنهم يريدون التشكيك في ثوابت هذه الأمة ويحاربونها؟ كيف للمؤمنة بالذات أن تتحصن من هؤلاء، وكيف يعني ترد شبههم؟ يعني خصوصا نحن نخاطب الآن، ربما نخاطب الداعيات من الأخوات الفضليات، ما الذي نوجههن بحيث يكون قويات في هذا الباب ويوجهن أخواتهن من المندوبات؟ كما أن نريد أيضا توجيه عام لكل مؤمنة في مثل هذه الشبهات التي تطرح بمثل هؤلاء. نحن أولا الآن في صراحة يعني في ساحة معركة كبيرة جدا تواجه الإسلام حتى تكون الصورة مع الناس واضحة. هذه الحملة المسعورة التي تواجه الإسلام وتواجه المسلمين، ويكاد يكون الآن كما يقولون في الحصون الأخيرة. يعني ليست إذا كان قديما كانوا يقولون حصوننا مهددة من الداخل، فاليوم الحصون للأسف الشديد مهددة بشكل كبير في ثوابتها. يعني يريدون أن يدخلوا في ثوابت الأحكام العقدية، ثوابت الأحكام الشرعية، ويشككون في هذا الأمر. يعني في السابق كان دائما النقاش يدور حول قضايا ربما حولها كلام، لكن الآن لا، يدخلون إلى عمق القضايا. فأول شيء المعالجة الحقيقية لا تتم إلا بالعلم، واهتمت الشريعة الإسلامية بالعلم. وكان أول ما نزل على رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق. وبوب الإمام البخاري عليه رحمة الله باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن المدخل الأساسي لمواجهة كل هذه الاتجاهات هو مدخل العلم. العلم المزيل للظنون، العلم المزيل للظنون. يعني أن يكون الإنسان في مرتبة الشك والظن هذه ليست مرتبة مريحة. الإسلام دائما أو الأديان تحملك على اليقين، ترتقي بك إلى مرتبة يعني لتخرجك من دوائر الشك، لأن دوائر الشك هي دوائر اضطراب، الإنسان دائما ما مستقر. فالله سبحانه وتعالى يعني جعلنا نخرج بالعلم من الظنون، ونخرج بالاتباع من دوائر الهوى. جميل. نخرج ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وإنما يخرج الناس من الهدى ببابين، اتباع الظن واتباع الهوى. وتلا قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. قال: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فجاءهم الهدى، أنت معك الهدى. من أين تخرج الآن من هذا الهدى؟ بابين: اتباع الظنون بالجهل، واتباع الهوى بعدم الاتباع والطاعة. فالذي يتبع القرآن ويلتزم به فهو مطيع لله سبحانه وتعالى. الأول يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، لأنه ستذهب إلى التكذيب. موضوع مع اتباع الظنون ستذهب إلى التكذيب. التكذيب أصل الكفر، قد تصل أحيانا إلى نفي ما جاء عن الله تعالى، ولا تعتبره تشريعا، بل تشك في حكمته وفي عدله وفي كذا، وتقول والله ما شرع الله ذلك. هذا كفر. النوع الثاني هو الإباء والتكبر والإعراض. هذه إشكالية أيضا. والله سبحانه وتعالى وصف بالأمرين فرعون عليه لعنة الله المتتالي: كذب وأبى أو كذب وعصى. فنحن أول نقطة يجب أن نربي عليها الناس كيف يتعلمون دينهم، وخاصة المرأة المسلمة تعرف أحكامها بالتفصيل. وخاصة هنالك الآن أحكام لها علاقة بالمصالح، وبعض الناس يثيرون هذا الجانب، خاصة قضايا المواريث. الآن قضايا المواريث يثيرون ملف لا يعرفون أحكامه مطلقا، يمسكوا آية واحدة أو حكم واحد من أحكام الميراث ويعممونه على كل حالات حالات الميراث، وهذا طبعا فيه جهل وفيه إشكال. كذلك أيضا مطالبين في قضية العلم أن نأخذ العلم بكماله. يعني مثلا النظام الاجتماعي في الإسلام هي منظومة متكاملة لا تأخذها مجزأة.
منظومة متكاملة من اللحظة التي يرتبط فيها الرجل بالمرأة إلى اللحظة التي يفارق فيها أحد الطرفين، إما بالفراق الدنيوي بالطلاق أو بالموت. كل هذه المنظومة كيف يعيش، حقوق كل طرف، هذه مرتبة ومنظمة. فإذا لم يدركها الإنسان ضل، إذا لم يدركها الإنسان ضل، أو أراد والله أن يجتزئ بعضها، إنه والله أنا أقبل هذا ولا أقبل هذا، لا، هذا فساد. أنت تقبل أحكام الله كاملة بمجموعه. كذلك مثلا في النظام الاقتصادي، ما في واحد يجي يقول والله أنا في أبواب البيوع عندي قضايا أقبلها وفي قضايا لا أقبلها، في أبواب الربا في قضايا أقبلها. لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تكون صالحا مصلحا وفق أوامر الله تأخذ كلامه كاملا. نعم. لا يقبل التجزئة. هذه على كل مسألة الوعي والعلم. النقطة الثانية أن يؤخذ هذا الدين على سبيل التسليم. يا سلام. التسليم يعني أنت مؤمنة، نعم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال لامرأة تزوجي كانت تسأل أمر من الله يا رسول ولا رأي تراه؟ يا سلام. فإذا كان رأي تقول له أنا لا أرى، لكن إذا كان والله الله يريد ذلك تقول آمنا بالله ورضينا بالله ربا وسمعنا وأطعنا. فإذا كان هذا على المستوى الخيارات الاجتماعية الشخصية، ما بالك بالخيارات التعبدية أو بالقضايا ذات الأحكام القطعية اللي ما فيها إيه؟ الأصل في العبادات التوقف، أصل في العبادات التوقف. نعم. فمثلا الآن المرأة التي يقول الله لها أنت حائض لا تصومي، توقفوا، الأصل فيه التوقف، يعني لا تبحث بعد ذلك عن إيه؟ عن الأسباب والعلل والأحكام. هذه ممكن في الأحكام المعاملاتية تبحث عن العلة لتقيس عليها، تقيس عليها أحكام متشابهة، لكن في العبادات لا. عبادات الله سبحانه وتعالى فرض لنا فرائض معينة، قال أدوها بالطريقة المعينة، بين لنا أسبابها، بين لنا شروطها، بين لنا موانعها. فالمسلم يلتزم حقيقة بهذا الموضوع. أيضا شيخ حسن، يعني تاريخ المرأة حينما هي ترى كيف كان وضعها قبل الإسلام، وكيف أن الإسلام أيضا شرفها ورفع من شأنها، فإنها في هذه اللحظة شيخ حسن حينما ترى الفروقات بين الأديان وبين المذاهب وبين أيضا ما كانت عليه من قبل، تدرك أنها في الإسلام معظمة ومكرمة، فلا ينطلي عليها مثل هذا الطرح يعني ومثل هذه الشبهات. أعتقد أنه لا يؤثر فيها، لأنها تعرف أين كانت وأين أصبحت وكيف وضعها، وهي أم وهي زوجة وهي بنت وهي خالة وهي عمة، وأن لها مكانة عظيمة في الإسلام. لا يمكن مثل هذه الشبهات البلهاء أنها تؤثر فيها أو أنها تردها إلى لكن الشيخ حسن بعض الأخوات قد يتأثرن بهذا نتيجة للجهل التي أنت ذكرته وأشرت إليه، ومن خلال هذا العلم ومن خلال التعلم إن شاء الله تعالى يكون دفع مثل هذه الشبهات. لكن الشيخ حسن يعني الإسلام محارب كما ذكرت، يعني ما هو واجب المنظمات الكبرى وواجب الحكام وواجب الجهات أجهزة الدولة التعليمية في مثل هذه الثوابت؟ يعني مثلا وزارة الشؤون الإسلامية، مراكز الفتوى، مراكز البحث العلمي، مثل هذه الأمور كيف ترى شخصا؟ هو طبعا واحدة من قضايا الآن تمرير هذه الأجندات التي تستهدف أحكام الله سبحانه وتعالى، تسلك طبعا مسالك التشريع. كثير من الدول الآن يلزمونها باتفاقيات ويلزمونها بتشريعات، وقد تجري عليها بعد ذلك عقوبات إذا لم تلتزم، ويعتبرونها دولة مارقة أو دولة لم تلتزم بالمواثيق إلى غير ذلك. فنحن على كل من المعارك الكبرى التي يجب أن يخوضها رجال السياسة ورجال الدولة هو أنهم لا يحاولون أن يمرروا هذه التشريعات بأي شكل من الأشكال، وأن يقفوا عند حدود الله سبحانه وتعالى، وأن يعتبروا هذا هو الأصل الذي ستصلح به البشرية. ونحن من هذا الباب أيضا ننبه بأن الآن الغرب نفسه الآن كثير من الآثار التي نجمت نتيجة هذه السياسات وهذه الأفكار، هنالك الآن دراسات مغايرة تماما
دائما، لكن يحرص هذه الدراسات أن لا تظهر وأن لا تنتشر وأن لا يتبناها الناس. لكن هم يدركون الآن كيف حصل دمار للأسرة، كيف حصل دمار للتعليم، كيف حصل دمار للأطفال، كيف حصل دمار للعلاقات الزوجية، كيف حصل دمار حتى للنسل البشري. هم الآن يعانون من إشكالية مثلا استمرار النسل البشري، إلا أن يعوضونه من خلال الشعوب الأخرى، الشعوب التي تنجب وتتكاثر وكذا، بينما بعض دولهم تذهب في اتجاه تناقصي. مثلا ألمانيا سنويا مثلا تنقص ما يقارب 500 ألف شخص. سبب في ذلك أن نسبة الكبار أكثر من نسبة المواليد والصغار. لماذا؟ لأنهم بدأوا يقتنعون بقضاء الشهوة بعيدا عن الإنجاب عليه مسؤولية وتبعات وكذا، وهو ما يريد ذلك. فهذه القضايا الآن سيظهر لهم نتائج وكارثية هذه الأمور، كما قال الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الآن بعض الأصوات ظهرت، بعض الأصوات بدأت تتكلم عن أنه والله البشرية ماشية في انحدار، ماشية في هاوية، ماشية في خطورة. وبالتالي كما تفضلت، نحن على مستوى حكوماتنا محتاجة هذه الحكومات إلى أنها والله تصمد في ساحات التعليم، وتصمد في ساحات التشريع، وتصمد في ساحات الإعلام، وتصمد في مؤسسات المجتمع المدني ووزارات الشؤون الاجتماعية. كل هذه المؤسسات يجب أن تعمل سويا للحفاظ على المنظومة. حقيقة منظومة الأسرة هذه إذا حصل فيها أي تفكك وأي خروج عن أحكام الله سبحانه وتعالى، لم يبقى بعد ذلك ما يمكن أن يتشبث به المسلمون. جزاكم الله خير شيخ حسن. الحقيقة كان عندي أيضا سؤال لكن الوقت انتهى. يعني نجد مثلا الغرب يضع قوانين يزعم أنه يحمي المرأة، فإذا وجد من الرجل تعدي على المرأة لمجرد رفع الصوت، تأتي السلطات وتوقف الرجل عند حده. ما الذي جعلهم يعني يميلون للمرأة إلى هذا الحد؟ هذا ما سنجيب عليه إن شاء الله في حلقات قادمة إن شاء الله. هي جزء كبير منها رد فعل، على كل جزء كبير منها بالنسبة لهم رد فعل. يعني نفس الحضارة الإسلامية لم تعاني هذا. هم عانوا إلى قبل 100 سنة، كان النقاشات تدور حول هل المرأة إنسان أو ليست إنسان. ثم كان الرجل يبيع زوجته بسنتيم أو 3 سنتيم، يعرضها في أسواق، زهج منها يمشي يعرض. فنتيجة التراكم الهائل في استعباد المرأة وضربها وسحلها واستخدامها بشكل غير مشروع، الحالة التي عاشوها ردة الفعل، ما في شريعة بالنسبة لهم، شريعة من الله سبحانه وتعالى محفوظة، شرائعهم تبدلت وحصل فيها إشكالات كبيرة جدا. لكن بالنسبة لنا لا نعاني من ذلك. فأنت الآن عندما تريد أن تدخل البيت لا تستطيع أن تلزم امرأتك بواجب لم يجبه الله عليه. صحيح. كزوج هي بتنظر للأحكام بأن من سيد من رب الكون، وأنت تنظر إلى بين، فكلاكما أمام أحكام الله عبيد. صحيح. كلاكما أمام أحكام الله عبيد، تتلقون هذا الموضوع من الله. أنت عندك أحكام اختصك بها، وقد تشعر المرأة في بعض الأشياء ميزت، وانت تشعر بهذا التمييز، تقول والله ليش ما تشاركني في المصاريف، ليش ما تشاركني في المهر، ليش اشياء كثير ممكن انت برضه تقول نفس هذا الكلام. قالوا كثير. ايوه. فشوف، لكن لما انه والله كلا الطرفين تقبلوا هذا الموضوع باعتبارنا ان المشرع متعالي، يعني ليس من بيئتنا، هم لا يعيشون صراعا مريرا بين الذكر والانثى، يعيشون صراعا مريرا بين الاغنياء والفقراء، صراعا مريرا بين الطبقات وهكذا. وبالتالي ساحة البرلمان هي ساحة التشريع، محل التأله. فمن استطاع أن يمرر مشروع على الآخر فهو فائز للأسف الشديد يعني. لكن الله سبحانه وتعالى يعني أفغير دين الله يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. جزاك الله. مشاهدينا الأكارم، انتهت حلقة هذا اليوم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يهدي المسلمين إلى الحق، وأن يكفيهم شر المنافقين وشر المحاربين، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور حسن سلمان، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم على الخير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في قضية من قضايا إريتريا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.